بصوا بقى المهدي عمل لسه حتى ما بردش. بصوا هوريكم الوش عامل ازاي. ايه رأيكم بقى؟ هو بيتكلم اصلا، بيتكلم عن نفسه. بصوا يا جماله. دلوقتي بقى احنا هنصبه تقليبه كده قبل ما نصب الرز بلبن بتاعنا. بعيد تاني بكررها تاني، تاني وتالت وعاشر. اللبن النيدو، اللبن النيدو هيتحط امتى؟ مع اضافة القشطة والكريم شانتيه واللبن بخيره، لو في لبن بخيره. ادي معلومة اللبن البودرة اهو. يا مساء الفل والهنا، معاكم مطبخ جيان زهران. بعمل لكم النهاردة رز بلبن. الرز بلبن بقى بتاعي حكاية يعني. كل شاكر فيه بيشكر فيه، وبتحدى بيه الملكي. انا دلوقتي مجهزة 2 كيلو لبن. اللبن ده غليه من امبارح عشان انا عايزة القشطة، يعمل قشطة عشان هشيلها واحطها في الاخر. و نقع الرز، نقعاه شوية بتاع ساعتين. ودلوقتي انا هنزله في مية عشان نزلته في مية عشان اسوي الرز. طبعا انتوا شايفين ان هو اكنه فيه نشا. انا بشطف الرز بس مرة او 2 بشطفه من غير ما ادعكه بايدي. انا كده كده احنا عايزين النشا اللي هتنزل منه، فهسيبه يستوي وهروح اشيل على جنب القشطة بتاعت اللبن. انا شلت وش القشطة. هروح اشيلها في التلاجة عشان مش عايزاها تسيح قوي لحد ما اخلص الرز بلبن. وال2 كيلو رز، ال2 كيلو لبن حاطه عليهم مج رز. كفايه قوي على ال2 كيلو. بس دلوقتي انا هقول لكم بقى على حاجه. في ناس بتشكر بقى في الرز بلبن بتاعها اللي مستوي في اللبن، واللي مستوي ممكن يحطوا ميه ولبن. انا بقى يعني ساعات احط ميه ولبن، وساعات قبل ما يستوي اروح ضايفه شويه لبن. بس انتوا هتشوفوا معايا الرز بلبن بتاعي عامل ازاي، وشكله عامل ازاي، وكريمي ازاي، ويطالع زي الملكي بالظبط. كملوا معايا الفيديو للاخر وتابعوني. دلوقتي بقى احنا نشوف مع بعض الرز بتاعنا استوى اهوت. وزودت له، لقيت شرب الميه بتاعته، زودت له ميه. وهنزل باللبن. نزلت باللبن وعندي كمان بقيت لبن بخيره كيس هنزل بيه. هسيبه بقى يغلي مع بعضيه شويه، الرز يشرب من اللبن. بصوا هو دلوقتي لسه مغليش، بس انا هنزل ده باكيت كريم شانتيه. انا هاخد نصه مش كله، الكيس ده يتعمل على مرتين. وهنزل انا بصور بايد واحده طبعا، فانا بوريكم انا بعمل ايه. وهسكر الرز بلبن بتاعنا. طبعا السكر دوت حسب رغبتكم انتوا، كل واحده بتحب السكر ايه. في ناس بيحبوه مسكر قوي، في ناس متوسط، في ناس يعني على الهادي كده يا زبادي. فانتوا الطعم ده بتاعكم انتوا في السكر. هوريكم بقى الكريم شانتيه اهو. حطيت طبعا السكر اهو. ما تخافوش هو مش بيكلكع، هو هيفك دلوقتي مع الغليان هيتفك. نقلب بقى. هو دلوقتي لبن ما فيهوش اي حاجه، اوعوا يفور منكم يعني. خدوا بالكم، خليكم واقفين جنب اللبن يعني. محدش يقول مع بال ما يغلي واجي اروح قصدي اعمل حاجه مع بال ما يغلي. لا، خليكم قلبوا فيه واظبطوا السكر بتاعه. اوعى حد يحط السكر
يكون حاطط في السكر معلقه الشاي، ممكن ينزل، هو مش هيعمل طعم ولا اي حاجه بس حافظوا على اللون بتاعه. دلوقتي بقى انا هنزل بالقشطه بتاعتنا الجميله اهي. طبعا هو اللبن بيغلي على الهادي كده عشان انا موطيه عليه. السكر بتاعي انا حطيته 3 كوباش من ديت ونص، ولسه لما هحط الميه بالنشا هشوف هو عايز سكر تاني ولا لا. بصوا بقى عشان انا طماعه شويه في الرز بلبن دوت، انا حاسه ان المعلقه الصغيره دي يعني المعلقه دي كبيره بس حاساها صغيره، فانا هنزل ببقيه الباكت كله بتاع الكريم شانتيه لاني حاسه فعلا المعلقه صغيره قوي. انا لما بجيب الكريم شانتيه مش بجيبه باكت، انا بجيبه سايب، بيعمل بحط من السايب 3 معالق كبار مليانين كده، فانا حاسه ان هو الكيس دوت 3 معالق، يعني مش عارفه فيه ايه، يعني قل الوزن ولا ايه، يعني كل حاجه قلت في الدنيا دي كلها. انا هقلب كده اهو بيدوب. نقلبه كويس، وظابطه انا السكر مدياله سكر زياده عشان عامله حساب الميه بالنشا. دلوقتي بقى انا بقلب النشا بتاعتي. النشا ديت سايبه، حاطه 6 معالق برضو من الصغيره، يعني دي المفروض كبيره، يعني المعلقه الكبيره ديت، فهشوفها عايزين نشا تاني هجيب. ادي مقلباهم اهو في الميه، سيبها على جنب كده. بصوا بقى الايد بتقلب والايد بتصب عشان ما يكلكعش. الناس اللي بتقول الرز بلبن بيكلكع مني، ادي ايد تقلب وايد بتصب النشا. طبعا الوقت اللي انتوا شايفينه بتاع الفيديو ده قليل، بس انا واخده وقت طويل في التقليب واللبن بيغلي، بس هو مش باين عشان انا مهديه النار. دلوقتي بقى قبل ما ننزل النشا بتاعتنا خلاص، انا حطيت شويه سكر طبعا عشان انا زودت ميه كمان، انا كنت ظبطاه وبدوب اهو. دوبت 3 معالق تاني نشا مع شويه ميه، بس بقلبهم كويس، قلبيهم كويس عشان ما يكلكعوش. تاني ايد تقلب وايد تصب بسرعه عشان ما نكلكعش حاجه. معلومة بقى بسيطة كده انا نسيتها، تكاية نسيتها خالص، سامحوني. مع اضافة القشطة والكريم شانتيه هنحط لبن نيدو، فانا نسيته خالص. فانا هعمل ايه، انا هحطه دلوقتي، دوبته في مية اهو. هحط الكيسين، انا مش هحط كيس واحد، انا حاطه كيس وهفضي الكيس التاني. ادي اللبن النيدو. طبعا انا هاخد كمان معلقه، هو انا ظابطه الرز، معلقه نشا قد 2. هقلبهم كويس. معلش يا جماعه، اللبن النيدو هيتضاف مع القشطه مع الكريم شانتيه، مع لو في لبن بخيره هنضيفه اهو. انا ظابطه اهو، ما يجراش حاجه، بس دي غلطه مني خالص، انا غلطت اهو. انا عماله وانا بشتغل عماله اقول في حاجه انا ناسياها، انا ناسيه حاجه.
انا لازم اساسي معرفش نسيت ازاي اللبن النيدو في رز بلبن. اللبن النيدو واللبن الكيرو اساسي. المكونات اللي اتحطت ديت اساسي معايا في الرز بلبن. ما انا بقول ليه انا بتحدى الملكي بيه، عشان كده انا ظابطه اهو. خلاص الرز بلبن بتاعنا جاهز. ادي نعلي عليه خلاص. يعني دي كمان معلومة انا استفدت بيها، يعني انا طلعت كده بمعلومة من نسيان اللبن النيدو ده، ان انا ادوبه في مية في الاخر. يعني اللي يحصل معاها هتدوبه في مية، معلقة نشا هتنزل بيه عادي خالص. فيروز هتشوف سكرها هيتحط في المرحلة دي تاني سكر لو انت عايزة سكر. لو انت مظبوط خلاص هيدوب السكر، هيدوب خلاص كده. هو خلاص بيطلع. هنروح جايبين الفانيليا اهو، هنرش الفانيليا. هطفي عليه، طفيت عليه، هجيبيه يهدى شويه بقى وهنصبه في الاطباق بتاعتنا او الكاسات. تاني اللبن النيدو هيتحط مع القشطه مع اللبن الجهينه مع كريم شانتيه. انا نسيت فعذرا جل من ينسى، بس لحقته الحمد لله. ادي اهو، بصوا بقى، بصوا شكله، بصوا الشكل تحفه. انا فعلا بقول بتحدى بيه الملك. جوزي حبيبي وروح قلبي مره طلبوا مني فحطيتهوله، طلب ان هو ياكل من الملك، حطيتهوله في العلبه وجبت قشطه وجبت المكسرات بتاعته وخميته وبيحسب فعلا من الملكي. وكده بقى احنا خلصنا الرز بلبن بتاعنا وحطيناه في التلاجة. ادي كده نشوف الكرمشة بتاعته. لايك بقى واشتراك. ايه ده؟ ايه ده؟ هتدوق ايه يا احمد؟ اشتراك ويعملوا لايك فيروز. هتدوق ايه؟ تحفة بجد؟ يستاهل ايه؟ اي حاجه انت تقولي عليها بجد؟ جميل جدا والله. طب نقول للناس بقى لايك واشتراك. لايك واشتراك فيروز لقناه جيهان، مطبخ جيهان زهران. مطبخ جيهان زهران. طب نعرف الناس بيك. جوز بنت اختي. لايك واشتراك لمطبخ جيهان زهران، وجربوا الرز باللبن بتاعي هيعجبكم بإذن الله. باي باي.